ظاهرة أثارت استغراب العديد من سكان ولاية الوادي وأضحت حديث العام والخاص. تمثلت في الطفل إسماعيل ذو ال5 سنوات الذي يقوم بقيادة الآلات الضخمة رغم صغر سنه. زميلة أو زميلتين ساكنة بالعروس وفلة بحدبة والتفاصيل. يصنع إسماعيل بلال ذو ال5 سنوات الحدث بمنطقة سيدي عمران بولاية الوادي، أين يحسن بمهارة كبيرة قيادة آلات الحفر والرفع رغم صغر سنه وسط حيرة الجميع. كنت عمرك 5 سنين. وين تقرأ؟ تحضيري. وش من كلاس؟ ها؟ وش من كلاس؟ سيدي عمران تحفر. هذه تطلع رجلين. هذه تسوق. دهشة الأقارب والأهل امتدت إلى سكان المنطقة الذين اعتبروا إسماعيل بمثابة استثناء مقارنة بأقرانه من الصغار. كنت أخدم في واحد البلاصة وقعد معايا. المهم باش شوي قال لي بابا نقيس شوي. المهم قلت هاي اسمها صحراء ما كان والو، معنا لا غاشي لا باش يقيس واحد الاول. قاعد شوف حجري. الوقت قاعد في حجري هاو كيفاش ندير شوف هذا الله ما واش يدير، شوف كيفاش يدور كيفاش يفرق كيف هو كي شد شلفها. ومن بعد قلت له لا بالعقل برك. تم دخل في دماغه بعد وبدر يحفر ويطيش عاود بدنا البلاصه ثانيه. قال لي بابا نسوق. قلت له يلا. من ثم خلاص دخل في دماغه بعد. دائما درك عاد ملي يعطيها له يحفر خلاص. رغم سعادة العائلة بما يصنعه إسماعيل في قيادة الآلات ورغم صغر سنه، إلا أنها تعتبر دراسته خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه. ونتمنى أن نراك مهندسا في المستقبل يا إسماعيل.